عملنا وصفات كتير جدًا للآيس كريم واقتصادية، وباحاول على قد ما أقدر إن أنا أحوّل الوصفات كلّها لوصفات اقتصادية بطريقة ناجحة علشان تناسب الكل. عملنا آيس كريم بالشوكولات، وعملنا آيس كريم بالفانيليا، وعملنا آيس كريم بالشوكولات من غير شوكولات خالص، وعملنا آيس كريم بالجيلي، وعملنا آيس كريم الخلاط وفي المَيّة، ومن زمان جدًا من سنة قبل ما ينتشر جدًا كده على اليوتيوب، وعملنا كمان آيس كريم بدون كريم شانتيه، وعملنا آيس كريم العربيات اللي هو بقى بتاع كده الكورنيش، والنهارده هنعمل آيس كريم طبيعي جدًا بقى من غير أي إضافات خالص، ومن غير كريم شانتيه، ومن غير أي حاجة خالص، بس طعمه خرافة. بس طبعًا في تريكات مهمة جدًا لازم تسمعي الفيديو للآخر، علشان في تريكة مهمة جدًا في الآخر ممكن إن أنتِ ما تكمليهوش وتفوتِك والوصفة ما تنجحش معاكِ وتقولي أنا السبب. شايفين كده قد إيه هو حلو أوي، أوي وكريمي جدًا، جدًا وما فيش بلورات خالص وطعمه تحفة. أنا أكلت البولة وأنا باتكلم معاكم. حُطّي لايك كده ويالّا بينا نسمّي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة جِبت كده حلة أو أي حاجة بتتحط على النار وحطيت فيها كوباية كبيرة من الحليب، وهاجيب هنا معايا مسحوق الكاسترد. طبعًا الكاسترد كلنا عارفينه ممكن ييجي في عبوات كبيرة وممكن ييجي أكياس زي كده، المتوفر والمتاح عندِك. ما عندكيش كاسترد استخدمي نشا ما فيش مشكلة، بس لو عندِك كاسترد يبقى أفضل، لإن هو بديل للكريم باستري اللي هو أساسي في الآيس كريم. حطيت منه حوالي معلقة كبيرة مليانة كده، أنا ضِفت معلقتين لإن أنا حطيت المعلقة مش مليانة. ومعايا بقى المكون السحري التاني وهو عبارة عن إيه، هو عبارة عن السحلب البودرة. أيوه سحلب بودرة خام بييجي من أي عطار عادي جدًا، جدًا ب5 جنيه هيدّيكِ شوية محترمين، هناخد منهم برضه معلقة كبيرة مش أكتر من كده. وحطيت عليهم كده معلقة كبيرة من السكر. طبعًا تقدري تحلّي سكر، تقدري تحطّي عسل أبيض زي ما تحبّي، وتقدري كمان تحطّي اللي هو الشربات بتاع الحلويات بس يكون تقيل. هادوّب ده كلّه كويس جدًا، جدًا على البارد، وبعد كده هاخد الخليط بتاعي الجميل ده وهارفعه على النار. طبعًا إحنا عارفين إن الكاسترد عليه فانيليا، فأنا ما ضفتش فانيليا، لكن لو أنتِ طبعًا حابة إن أنتِ تعمليه بالنشا هتحطّي معاكِ فانيليا. خلاص كده؟ بس طبعًا الكاستر طعمه مميز وأنا باحسّه أحلى بكتير جدًا من النشا. هادوّب بقى كده على النار وهياخد غلوة معايا على النار وبس كده مش أكتر. بعد ما أطفي عليه كده أو قبل ما أطفي عليه بدقيقة واحدة، جِبت معايا هنا دي كده معلقة من الجيلاتين النباتي بييجي من عند أي عطار برضه. خدت منه معلقة كده وحطيت عليها كده حوالي 3 معالق من المَيّة ودوّبتهم كويس جدًا، جدًا فيها. المهم إن أنتِ تقلّبي الجيلاتينة وتخلّيها تدوب تمامًا. هتركنيها شوية هتلاقي القوام معاكِ تقل كده بقى سميك معاكِ. بُصّي أهم حاجة إن أنا دوّبتها خالص إزاي، دابت معايا بمنتهى السهولة. هاخد بقى معلقة الجيلاتين أول ما الخليط الكاستر بتاعي يغلي كده وقبل ما أطفي عليه، شايفين بقت عاملة إزاي والقوام تقل معايا كده، يبقى هي شغالة. هاضيفها بقى كده أهو، وهادوّبها كويس جدًا. أو ممكن إن أنتِ تعمليها على حمام ساخن كده، وبعد كده تضيفيها للخليط ده وتقلّبي الخليط كلّه مع بعضه. فأنا already الخليط عندي ساخن فضفتها وقلّبت كويس جدًا، جدًا وطفيت النار. بُصّوا القوام عندي أهو، هو قوام كده زي المهلبية بس تحسّي إن هو كريمي أكتر وخفيف مش رابط معايا ولا أي حاجة. هو ده القوام اللي مطلوب واللي أنا عايزة أوصل له. خلاص كده الخليط عندي بقى جاهز، أول خطوة بقت جاهزة. تعالوا بينا نشوف هنعمل إيه. هنفضّيها عندي بس كده في أي بولة أو أي حاجة غويطة، وهابدأ إن أنا هاغطّيها كده بstretch wrap أو أي كيس عندِك واسيبها تبرد تمامًا، تمامًا علشان ما تكوّنش قشرة على السطح بتاعها. هنيجي بقى للشمام أو الكنتالوب بتاعنا أو الأناناس أو الشهد. هو طبعًا ده شهد لإنه مسكّر جدًا، جدًا بيختلف عن الأناناس إن ريحته قوية، لونه غامق شوية قوي زي ما أنتم شايفين كده، وكمان سُكّره حلو أوي، أوي وطعمه زايد شوية. هو ده اسمه شهد ماشي. هابدأ إن أنا أحطه كده، قطّعته كده مكعبات وحطيته في التلاجة من غير أي إضافات أو مَيّة خالص، وحطيته لمّا تلِّج معايا. وبعد كده طلّعته وضربته وهو متلِّج. لازم أهم حاجة أضربه وهو متلِّج، ما اسيبهوش يفُك ولا أي حاجة. ضربته في الكبة بتاعتي أهو من غير ما أضيف له أي حاجة خالص. بُصّوا عايزة أقول لكم إن الشهدة دي كانت مسكّرة جدًا، جدًا سبحان الله كإن فيها عسل كده، كانت مسكّرة بطريقة رهيبة. بُصّوا بقى القوام بقى فظيع، 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 ناعم كده وكريمي خالص. هاخد القوام ده وعندي هنا الكريمة اللي أنا عملتها في الأول. بُصّوا بردت خالص تمامًا أهو. هامسكها بقى كده بالمضرب بتاعي، وعلى أول سرعة في الأول كده باضربها كويس جدًا، جدًا، وبعد كده بازوّد السرعة بتاعتي تدريجيًا لحد لمّا تنعم معايا خالص، خالص وتعمل زي الكريم شانتيه كده هتحسوها إن هي زادت معاكم. أنا ما ضفتش كريم شانتيه خالص يا جماعة، ما ضفتش ولا معلقة.
تمام، علشان أثبت لكم إن هو كان طعمه تحفة مش محتاج كريم شانتيه ولا أي حاجة خالص. بُصّوا بقى القوام عامل إزاي شايفينه، كريمي جدًا وناعم جدًا، جدًا وطعمه كمان حلو أوي، أوي، أوي. هاجيب بقى الشهد بتاعي وهابدأ إن أنا أسمّي الله وأصلّي على الرسول وهانزل بيه على الخليط بتاعي ده. هامسك بقى الخليط بتاعي بس على أول سرعة كده لمّا أخلطهم مع بعض كويس جدًا، جدًا، وبعد كده هازوّد بقى السرعة تدريجيًا وأخلطهم كويس جدًا لمّا يندمج الخليط بتاعي مع بعض. ممكن إن أنتِ تضيفي له لون لو أنتِ حابة تعزّزي اللون، لكن أنا شايفة اللون كويس جدًا وحلو أوي، أوي، مش محتاج حاجة. اللون غامق عن كده، بس الإضاءة عندي مش حلوة خالص. تمام كده، تمام كده. أنا هنا ضِفت كده معلقتين من عسل الجلوكوز، أنا كنت ناسية أضيفهم في الأول، فلازم إن أنتِ تضيفيهم في الأول على الكريمة اللي إحنا حضّرناها في الأول، بس ما فيش مشكلة خالص. أنا ضفتهم هنا وقلّبتهم كويس جدًا، لإنها كانت سايحة عندي ما كانتش متجمّدة، لكن لو كانت متجمّدة عندِك لازم تضيفيها على الكريمة وهي سخنة. طعمه حلو أوي. هنا بقى لو محتاج عسل، لو محتاج أي حاجة تضيفي، وأنا أنصحِك إن أنتِ تضيفي عسل أبيض أو تضيفي شربات تقيل أو سيرم تقيل بتاع الحلويات، ما تضيفيش سُكّر، لإن السُكّر بيساعد على تكوين كريستالات تلج أو بيزوّد كريستالات التلج. شايفين عملت كمية محترمة، مليت علبة قد إيه كبيرة جدًا، جدًا، ولسه كان في كمان في البولة بتاعتي. هابدأ بقى دلوقتي أغطّيها كويس جدًا وهاسيبها عندي في الفريزر لحد لمّا تجمد معايا، بس في مرحلة مهمة أنا سِبتها لمّا جمدت يعني 50، 75% مش أكتر من كده، وهامسكها بقى أكسّر التلج اللي فيها ده. يعني هي خلاص داخلة بقى إن هي تجمد 100%، لأ أنا مسكتها كده 70%، وهامسك بقى المعلقة، أمسك إيد الهون، أمسك مثلًا أي حاجة، وهابدأ إن أنا أكسّر التلج بتاعي ده كويس جدًا. أنا مسكت كده معلقة جامدة شوية وبدأت إن أنا أكسّر في التلج وأدغدغ فيه كده بالمعلقة لحد لمّا اتكسّر معايا، وبعد كده وفَك، وبعد كده جِبت المضرب اليدوي وبدأت أضرب كويس جدًا، جدًا. لو عملتيه بقى بالمضرب الكهربي بيكون أفضل بكتير. بُصّوا بقى القوام هنا تقِل وبقى عامل إزاي كريمي جدًا، بقى عامل زي الآيس كريم كده اللي هو طري شوية. شايفين قوامه عامل إزاي؟ لو ضربتيه بقى بالمضرب اليدوي القوام بتاعه هيتقل جدًا، 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 جدًا عن كده. خلاص وتضربيه على أقصى سرعة. بُصّوا القوام أنا هنا باوريه لِك وباوريكِ اللون هنا غامق إزاي، بس طبعًا الإضاءة هي أهي اللي مفتحة اللون. هاخد بقى الآيس كريم بتاعي ده وهابدأ أحطه في الفريزر ونشوفه بعد ما يخرج من الفريزر. سِبته بقى كده لتاني يوم، ورجعت بقى كده مسكته وهابدأ نشوفه عاملين إيه. المفروض إن إحنا نخرّجه من الفريزر ونسيبه يهدى شوية كده أو يفُك شوية، وبعد كده بمعلقة الآيس كريم نبدأ إن إحنا نشكِّله. أنا طبعًا من فترة طويلة جدًا معلقة الآيس كريم اتكسرت وربنا ما جِبت غيرها، يعني ما جِبتهاش تاني. كل أمّا أنزل بُصّوا أنسى خالص، خالص، خالص. أقول أنا محتاجة أجيب إيه، أنساها جدًا، يعني مش عارفة ليه، ويوم ما أفتكرها وأسأل ما ألاقيهاش، يعني مش عارفة في إيه بالضبط. المهم أنا حطيت بالمعلقة العادية وأدِّت الغرض والحمد لله، طعمه حلو أوي، أوي، أوي. نكهة الكنتالوب فيه نفاذة جدًا وحلوة أوي وطعمها مميز جدًا كإنِّك بتاكليه كده. يعني بُصّوا طعمها رهيب، آيس كريم فواكه طبيعي فعلًا من غير أي إضافات، حلو أوي، أوي. بُصّوا أنا أكلت منه كتير وأنا عمّالة وأنا بادوق بس معاكم كده في التصوير، تحفة جدًا. لازم تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه إيه، وهاسيب لكم باقي الوصفات بتاعتي في آخر الفيديو. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. دمتم في حفظ الله والسلام عليكم.